شفت سور القرآن الكريم أخذت 3 صور في الاستهلال. يمكن كثير من الناس ترى ما فكر في هذا الشيء. شوف سور القرآن الكريم شلون افتتحت ب3 طرق. الطريقة الأولى الحروف المقطعة، حاميم عين سين قاف ألف لام ميم. فالعرب الذين نزل بينهم القرآن ليس لهم عهد بمثل هذا، فلما تبدأ الآية بهالبداية هذه تشد القارئ. وش حاميم؟ وش عين سين قاف؟ إذن البداية القصد منها شد المتلقي. نجي للصورة الثانية، البدء بسؤال. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ألم نشرح لك صدرك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شفت السؤال أيضا تراه رائع جدا في جذب المتلقي. مثل لو تجي أنت الحين تدخل الديوانية، توك جاي وداخل على الشباب في الديوانية، جاء قال لك واحد من الربع اللي فيها، قال لك هلا محمد، ما دريت ايش صار البارح؟ طيب خذ انتباهك. طيب لنفرض انه ما اعطاك الخبر بطريقه سؤال، لنفرض انه اعطاك اياه بطريقه سرد. يوم جيت دخلت قال هلا محمد، والله البارح بعد ما طلعتوا في واحد بدا يسولف، ايهما شدك اكثر؟ الأول. فالسؤال دائما له قدرة عظيمة على شد المتلقي. الطريقة الثالثة في الاستهلال للسور القرآنية البدء بداية قوية بخبر أو حدث. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا وقعت الواقعة. بدايات قوية وكلها القصد منها جذب المتلقي.